عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني قوي. النهارده انا جاي لكم فيديو جديد. المفروض النهارده ان انا هبدا معاكم فيديو روتين مذاكره جديد. طلبتوا مني كتير في التعليقات ان انا اعمل لكم فيديو روتين مذاكره واقعي وتشوفوا بقى انا هعمل ايه. فالنهارده ان شاء الله باذن الله الفيديو مش هيخلص معاكم الا وانا رايحه انام. هتشوفوا بقى انا هعمل ايه، هذاكر ايه، هكتب ايه في هكتب ايه في التو ليست بتاعتي. كل حاجه انا هعملها النهارده هتشوفوها. وكمان هقول لكم سر كده انا بعمله علشان لما بيكون عندي حاجات كتير ازاي بقى بشجع نفسي ان انا اخلصها، وبعمل ايه بالظبط او بضحك على عقلي بايه عشان اخلص المذاكره اللي عندي. فكل ده انتوا هتشوفوه النهارده. هنكتب اول حاجه التو دو ليست بتاعتنا، وقبل ما هنكتب التو دو ليست بتاعتنا هنرتب المكتب، لان المكتب فيه حاجات كتير قوي 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 عايزه تترتب كتير. فانتوا هتشوفوا كل ده النهارده. ففي البدايه كده قبل ما نبدا الفيديو عايزاكم تعملوا لي سبسكرايب للقناه عشان عايز نوصل 35000 مشترك قريب بقى ان شاء الله. وكمان اعملوا لايك للفيديو ده واكتبوا لي في التعليقات عايزين الفيديوهات الجايه تكون عن ايه. وبس كده يلا بينا نبدا. كنت بس عايزه اوريكم شكل المكتب عامل ازاي، بصوا. فدلوقتي بقى انا هرتب الدنيا دي كلها والحاجات دي كلها عشان هنذاكر ايه وهنعمل ايه. يلا بينا. ونقول بقى بسم الله ونبدأ على طول. عايزة اقول لكم ان انا شفت التعليقات بتاعتكم على الفيديوهات اللي فاتت. مبسوطة ان انتم متحمسين معايا ان انا هعمل لكم بقى فيديوهات لم التراكمات وجداول لم التراكمات وكده، وان شاء الله هبدأ لكم فيها على طول. بس النهارده كده انا قلت اشارك معاكم روتين بسيط وخفيف كده عشان انا كان عندي كام حاجة عايزة اذاكرها، وانتوا كمان بتتشجعوا بصراحة من الفيديوهات دي، وانا كمان بتشجع جدا جدا حتى لو انا مثلا في يوم عندي مذاكرة عادي ومش بصور. بس مش ببقى متشجعه زي ما بكون متحمسه ان انا اصور لكم الفيديو علشان تشوفوا بقى في الاخر الفيديو وانا عملت ايه وازاي بقى ذاكرت ونظمت وقتي وكده. فببقى متحمسه جدا جدا ان انا لما بكون بحمل الفيديو ببقى مستنيه الفيديو يتحمل بسرعه عشان اشوف تعليقاتكم واشوف رايكم في الفيديو. فبجد انا بشكر اي حد بيكتب لي كومنت يقول لي رايه، يفرحني بكلمه، بيشجعني. بجد شكرا ليكم كلكم، ولاي حد بيعمل لي لايك للفيديو علشان اللايك ده بيفرق ان الفيديو يترفع وناس تانية تشوفه وبيساعدني جدا. بصوا عايزه اقول لكم انا كده ظبطت المكتب، رصيت عليه الحاجات يعني اللي انا عايزاها، ولسه برضو انا هعمله شويه تظبيطات، هجيب له شويه حاجات علشان اظبطها. بس برضو يعني لسه يعني استنوا الايام الجايه ان شاء الله هجيب حاجات جديده كتير. قولوا لي بقى رايكم في لون الماركر ده. استنى اجيبه. اللون ده جديد، انا اول مره اجيبه، حاساه لونه هادي كده فقلت اجيب اللون ده يعني. المهم بقى هنعمل ايه دلوقتي، هنظبط الحاجات اللي انا عايزه اذاكرها دلوقتي، اكتبها هنا في التو ليست بتاعتي، وهشوف كده كام حاجه وهنبدا على طول. جبت بقى التابلت لان انا هذاكر عليه، لان انا لسه ما جبتش الكتب بتاعتي. المفروض ان انا هروح احجزها بكره، وان شاء الله هجيبها الاسبوع الجاي علشان هبدا بقى ان انا اذاكر فيها. فدلوقتي انا هذاكر عادي على التابلت لحد ما هجيب الكتب. عايزه اقول لكم ان انا اتسالت كتير بقى في التعليقات على الفيديوهات اللي فاتت انا ازاي بذاكر فعليا. يعني انا دلوقتي انا لو هاجي اذاكر بعمل ايه علشان اكون مركزه وانا بذاكر او ما اكونش مشتته نفسي. اول حاجه زي ما انتم شفتوها كده انا عملتها، رتبت المكتب. ما بعرفش ابدا ان انا اذاكر في مكان مكركب او في جنبي دوشه. يعني انا قاعده كده لوحدي، مفيش حد جنبي بيتكلم، مفيش تلفزيون. التليفون حتى بتاعي انا قافلاه. يعني انا دلوقتي بصور لكم بالتليفون، لكن انا ما بخليش جنبي تليفون وانا بذاكر خالص. والتليفون دلوقتي عشان انا بس بستخدمه للتصوير، فانا قافله الاشعارات، قافله اي حاجه عشان مفيش اي حاجه تشتتني. حتى جنبي كل الادوات اللي انا هحتاجها. هنا الماركر، النوت بوك دي اللي انا هكتب فيها الحاجات اللي انا هخلصها وهذاكرها، الكشكول اللي انا هذاكر فيه، الاوراق بتاعتي، التابلت اللي انا هستخدمه، الاقلام، كل حاجه جنبي عشان ما اكونش ناسيه حاجه واقوم. وبرده لو هشرب حاجه بحطها هنا، اللي هو انا هشرب حاجه، ميه، مشروب انا هعمله، سناكس، طبق فيه كده سناكس صغيره، اي حاجه انا بحتاجها بتبقى جنبي عشان ولا اقوم ولا اروح ولا اجي، كل حاجه تبقى جنبي ما شتتش نفسي. طبعا انا دلوقتي لو قاعده بذاكر في مكان مكركب وفيه اوراق كتير وفيه حاجات كتير، هكون دايما قاعده مشغوله بالحاجه دي. ممكن الحاجه اللي انا هخلصها دلوقتي في نص ساعه لو المكان جنبي مكركب او في اي نوع من انواع التشتت جنبي، زي التلفزيون شغال، زي اخواتي الصغيرين قاعدين بيلعبوا، زي التليفون كل شويه بيجي لي رسائل ومكالمات، فمش هبقى عارفه ان انا اركز. الحاجه اللي انا هخلصها في نص ساعه هتخلص معايا هناك في ساعه ونص، وممكن ساعتين كمان هغيب فيها جدا جدا، وممكن ما بقاش يعني محصله فيها بنسبه عاليه زي اللي انا هحصلها وانا دلوقتي قاعده في مكان هادي ومرتب ومفيش جنبي اي نوع من انواع التشتت، قاعده مركزه. ازاي انا بقى بذاكر كل ماده فعليا ده احنا هنشوفه دلوقتي.
نعمل بقى قائمة المهام اليومية اللي بنكتب فيها كل الحاجات اللي احنا عايزين نذاكرها. وطبعا احسن حاجة ان احنا بنشطب على كل حاجة بتخلص عشان نحس كده بانجاز. عايزة اقول لكم حاولوا تخلوا المكتب بتاعكم فيه عبارات تحفيزية كتير تحطوها قدامكم. كمان قائمة المهام بتاعتكم دي ممكن تلزقوها قدامكم على المكتب عشان تكونوا دايما فاكرين الحاجات اللي وراكم النهاردة وتخلصوها. ده لو انتوا بتحبوا تذاكروا على المكتب، يعني ممكن تحطوها في اوضتكم او في اي مكان انتوا بتقعدوا فيه كتير عشان تكونوا شايفين كده الحاجات اللي عندكم النهارده. والموضوع ده هيشجعكم جدا جدا ان انتوا تخلصوا الحاجه اللي وراكم. عايزه اقول لكم ان انا بقعد افكر كده وبكتب الحاجات بتاعتي بالاولويات. يعني في ماده انا بخليها في الاول، دي بتبقى الماده الاولويه اللي اهم حاجه ان هي تتذاكر ولازم تخلص النهارده، وبعد كده الاقل منها اهميه، واخر حاجه بتبقى اقل اهميه خالص. يعني بمشي الموضوع كده تدريجي عشان ابقى عارفه المواد بتاعتي. ما اجيش مثلا احط اسهل ماده او الماده اللي انا ما عنديش فيها امتحان مثلا احطها اول ماده، والماده المهمه اسيبها في الاخر. انا بمشي بالترتيب ده عشان ابقى عارفه النظام بتاعي هيمشي ازاي. وكده انا عملت التو دو ليست بتاعتي. بصوا انا هنا كنت بوريكم ان انا اخترت 3 مواد بس. ما بحبش برضو ان انا اكتر المواد عليا عشان انا ما احسش يعني ان عندي حاجات كتير، فده هيديني توتر وهبقى ضغطه نفسي جامد. فلا انا بحط مثلا في حدود مادتين او 3، ولو انا مضغوطه جامد بحط 4 مواد، لكن ما بحطش مواد اكتر من كده. وطبعا ده كل واحد على حسب هو يومه ماشي ازاي، او عنده دروس او عنده مدرسه او عنده محاضرات كتير او كده. زي ما قلت لكم بقى ان انا هذاكر النهارده من التابلت ده مؤقتا، يعني لحد بس ما هجيب الكتب. المفروض طبعا ان احنا خلاص امتحانات الميد ترم بدات، يعني ما بداتش قصدي قربت بدات ايه، امتحانات الميد ترم قربت يعني خلاص. تقريبا هي بتبقى في نص 11 حاجه و20 11 كده في الحدود دي. فطبعا احنا هنبدا بقى خلاص في المراجعه وهنلم الدنيا كده مع بعض. انا قلت لكم كده الكلام ده في الفيديو اللي فات وبدات فعلا من النهارده. بس بالنسبه بقى لجدول لم التراكمات والحاجات ده هيبقى فيديو لوحده وهقول لكم هنعمل ايه بالظبط. انتوا كمان اكيد انا عارفه ان انتوا مراكمين وبتبعتوا لي كتير في التعليقات، وفي ناس كتير بتقول لي احنا مراكمين الرياضه ومراكمين الانجليزي. فانا ان شاء الله هبدا بقى ان انا اجهز لكم الفيديوهات اللي انتوا قلتوا لي عليها دي. مبسوطه ان انتوا بتتفاعلوا معايا كده في التعليقات. يعني انا لما بسالكم على سؤال بتردوا عليا عشان انا بجد يعني ببقى فعلا عايزه اعرف ردكم عشان ابدا ان انا اجهز لكم فيديوهات من دي. المهم عايزاكم بقى تقولوا لي على افكار فيديوهات كمان انزلها لكم. يعني قولوا لي على افكار كده مختلفه، بما ان انا بقى خلاص بدات ان انا انزل لكم فيديوهات كتير وكده. عايزين بقى اعمل لكم فيديوهات نصايح، ولا نخليها روتينات مذاكره، ولا فلوجات في الجامعه؟ قولوا لي انتوا عايزين ايه بالظبط عشان ابدا ان انا اجهز لكم كده الفيديوهات. بصوا بقى انا لما باجي اذاكر بحب جدا جدا ان انا اكتب كل حاجه بالنسبه لي بحس ان هي محتاجه تتحفظ او محتاجه تتفهم، او انا بحب دايما ان انا الخص كده الدروس اللي انا بذاكرها، او اي حاجه عامه بحس ان هي محتاجه تتفهم شويه بكتبها. بحب ان انا اعمل خرائط ذهنيه، بلخص الدروس، بشرح لنفسي على ورق. دي الطريقه بجد اللي بتثبت المعلومات في دماغي. فانا بحب دايما ان انا لما اجي اذاكر يكون جنبي كشكول كده بكتب لنفسي فيه باي قلم بقى، رصاص، جاف، اي حاجه. المهم ان انا بذاكر على ورق دايما. ما بعرفش كده ان انا اقعد اقرا كده وخلاص، بحس ان انا بكروت او مش ببقى مركزه قوي. فعشان كده انا بحب ان انا اذاكر بورق ويكون جنبي اقلام كتير عشان ابدا ان انا الخص كده الدنيا. عايزه اقول لكم لو اي ماده حاسين ان هي صعبه ومش عارفين ان انتوا تذاكروها او بتنسوها بسرعه، كتر ما هتذاكروها كتير يعني التكرار ده هيخلي الماده تثبت في دماغكم. مثلا انا بكره الدراسات جدا جدا جدا. فلو انا عايزه ان انا اذاكر الدراسات وافهمها، طبعا ان انا ما لهاش علاقه ان انا بكره الماده، انا كده كده همتحن فيها. فلو انتوا بتكرهوا الدراسات وحاسين ان هي ماده صعبه، ممكن ان انتوا تذاكروها كتير، تبقى دي اكتر ماده انتوا هتذاكروها. مثلا بنذاكر العربي يومين في الاسبوع، الدراسات هتذاكر 4 مرات في الاسبوع. تكرروا مذاكره الماده دي او الدرس اللي انتوا حاسين ان هو صعب. ده هيساعدكم جدا ان انتوا من كتر التكرار هيخليكم عرفتوا اسئله كتير، حليتوا كتير، ضربتوا كتير على الماده دي، فهتلاقوا نفسكم بقيتوا احسن فيها، مستواكم حتى زاد ورفع. طبعا مش هننسى النقطه بتاعه حل الاسئله. ما ينفعش ان انا اكون بذاكر وخلاص كده ذاكرت الدرس خلاص كده يبقى انا خلصت، لا. لازم اشوف الاسئله. الامتحان بتاعي هيجي اسئله كتير من كل المستويات، سهل وصعب ومتوسط، كل المستويات هتجيلي في الامتحان حتى لو بنسب معينه، بس هيجيلي كل انواع الاسئله. فلازم تحلوا اسئله كتير في الماده دي، اذا كان بقى انجليزي، رياضه، عربي، فرنساوي، ايا كان الماده اللي انتوا بتذاكروها. لازم تحلوا اسئله كتير جدا، تواجهوا وتشوفوا كل انواع الاسئله، السهل والصعب، والاسئله اللي تقف معاكم دوروا على اجابات ليها، اسالوا المدرسين، شوفوا على اليوتيوب فيديوهات حل اسئله. المهم ان انتوا تكونوا بتحلوا، ما ينفعش تكونوا بس بتذاكروا. الطريقه دي انا بقولها دايما لكل الطلاب اللي عندي، مش بس ثانويه عامه، مش بس اولى وثانيه ثانوي، مش بس ثالثه اعدادي، كل الطلاب لازم تحلوا كتير. طالما انتوا بتحلوا انتوا بتعرفوا مستواكم، بتعرفوا انتوا تمام في الماده دي ولا لا. لو بتلاقوا نفسكم ان انتوا بتغلطوا كتير ارجعوا تاني وعيدوا المذاكره، لان ممكن تكون في حاجه سقطتوها، في حاجه كده انتوا ما كنتوش مظبطينها قوي. فصلت بقى الكاميرا وذاكرت انا شويه كده مع نفسي. يعتبر يعني فاضل لي حاجه بسيطه في الفصل الاول وابقى كده خلصته خالص.
بس انا باكد كده على كام حاجه يعني عشان انا براجع من الاول لسه. المهم عايزه اقولكم هفصل شويه بقى، آه اخد راحه كده شويه وبعدين هشوف الماده اللي بعدها. عايزاكم تقولوا لي وانتوا بتتفرجوا على الفيديو ده، قولوا لي كده انتوا ذاكرتوا ايه النهارده. يعني عايزه اعرف كده انتوا ذاكرتوا ايه عشان كلنا نتشجع من بعض. وقولوا لي ذاكرتوا كام ماده وخلصتوا لحد فين في المنهج ومراكمين ولا لا كده، يعني خلونا نعرف شويه كده مع بعض ونشجع بعض في التعليقات. علمت بقى كده على الحاجات اللي انا خلصتها وبدأت ان انا اذاكر المادة اللي بعدها. عايزه اقول لكم ان يعتبر من اكتر الاسباب اللي ساعدتني ان انا اذاكر اكتر، انظم وقتي اكتر في المذاكره، وان انا مراكمش حاجات كتير، وهي ان انا بقيت بعمل قائمه مهام يوميه. ان انا كل يوم ببقى عارفه انا هذاكر ايه وكاتباه قدامي على ورق. لما بتكتبوا الحاجه على ورق بتبقى دماغكم منظمه اكتر. انا ممكن اصحى من النوم احط في دماغي النهارده انا هذاكر علوم متكامله، انا هذاكر معاها تاريخ، انا هذاكر معاها انجليزي. اصحى من النوم ما ذاكرش اي حاجه غير ماده واحده من دول. ليه؟ لان انا مش مقسمه كل حاجه، مش عارفه انا هذاكر من العلوم المتكامله انا هذاكر كام فصل او كام صفحه، او هحل واجب ايه بالظبط، او هعمل ايه بالظبط في الماده دي. بالنسبه للانجليزي انا هعمل ايه، هذاكرها كام ساعه، هديها وقت قد ايه. كل ده ضروري جدا ان انتوا تكونوا عاملينه في حسابكم وتكتبوه في التودو ليست او في قائمه المهام اليوميه علشان تكونوا عارفين انتوا هتعملوا ايه. ممكن الحاجات دي تحددوها بالليل قبل ما تناموا عشان تبقوا عارفين انتوا تاني يوم الصبح هتصحوا تعملوا ايه بالظبط. وممكن اول ما تصحوا من النوم تبداوا ان انتوا تعملوها وانتوا بتفطروا كده، تحضروا التودو ليست بتاعتكم وتشوفوا النهارده انتوا هتذاكروا ايه وهتعملوا ايه النهارده. الجداول الاسبوعيه برضو هي مهمه بس بتختلف شويه، لان ممكن في الاسبوع ده يحصل اي ظرف طارئ، يحصل اي حاجه تخليكم مش عارفين ان انتوا تذاكروا، او يوم يتلخبط، يوم تتعبوا فيه فيبوظ بقيه الايام. لكن التودو ليست اليوميه بتكون منظمه اكتر. بصوا بقى طلعت لي شويه رز، ماما عامله رز اللي هو بيبقى فيه مكعبات فراخ ده، فهاكل شويه كده عشان انا ما اكلتش معاهم يعني، فهاكل دلوقتي. والسرير بتاعي طبعا زي ما انتم شايفين هرتبه. الارض برضو عايزه تتعمل، فعايزه اظبط الاوضه هنا، بس هاكل الاول وبعد كده هبدا معاكم عشان عايزه اظبط الاوضه قبل ما انام. خلاص كده انا خلصت السرير رتبته خلاص. المفروض دلوقتي بقى ان انا خلاص كده يومي خلص، المفروض ان انا هاخد شاور وهنام وبس. استنوا بقى الفيديو بتاع بكره، مجهزه لكم بكره بقى ان شاء الله فيديو تاني مختلف تماما. توقعوا كده في التعليقات الفيديو هيكون عن ايه. هاخد دلوقتي بقى شاور وهنام وبس كده. مشغله الشاشه عشان هتفرج على فيديو وخلاص. والهدوم اللي في الارض دي انا هشيلها عشان دي عايزه تتغسل وخلاص كده. ده كان يومي النهارده.